لا 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 لا، اهو كابتن وليد صلاح اهو قاعد اهو الاستوديو مايل كده، هو عدله. ماشي هنعديها علاء. خلي بالك يا كابتن علاء، كابتن علاء يعني كل كلام الزملكاويه نقطه واحده، الزملكاويه نقطه واحده بس على فكره احنا نتيجه المباراه الزمالك. بس انا كابتن علاء هقول لك بس حاجه قبل ما تتكلم، احنا ما قلناش راينا، خلي بالك يعني انا ما قلتش رايي ولا كابتن وليد قال رايه ولا كابتن كريم قلت رايك، وانا لسه استاذ علاء تمام خفيه انتقدت وقلت بقى له سنتين ما بيديش الزمالك، فده برضه كنايه. انا لسه لا بس دي كوره، دي انا بتكلم في كوره او في حكام. طب ماشي، ما اتكلمش في مواقف بقى جماهير. بس تسمعوني دقيقتين بالظبط بعد اذن حضراتكم. احنا بنقارن دلوقتي، وكابتن اشرف قاسم طبعا دخل ساب فرقته واتكلم على الزمالك وقعد يضرب مثال بمباراه حرس الحدود. الهدف من قرار لجنه المسابقات بحظر دخول جماهير، احنا عارفين كويس جدا مين اللي كان مقصود بيه. لما نادي الزمالك يدخل مجموعه من الالتراس ويضربوا شماريخ والمباراه تتوقف والشماريخ تنزل في الملعب والحكم اثبت ده، يبقى ده كان وقعه صريحه لدخول جماهير. تمام. هل الجماهير اللي انتم بتقولوا انها دخلت النهارده اثرت على نتيجه المباراه؟ هل المباراه توقفت؟ طيب مين اللي بيقول بس احنا ما قلناش؟ اولا بس اكمل وانتم براحتكم خالص. تمام. انتوا بقالكم ساعه بتتكلموا في اتجاه واحد، مش احنا يا كابتن علاء. كابتن علاء ما تدخلنيش انا في قصه استوديو وتلبسني في كلام احنا ما قلناهوش. لا المسؤولين في معلش اسمعني دقيقه. المسؤولين في نادي الزمالك هم اللي احتاجوا، مش احنا كاستوديو. طيب. المسؤولين في نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور وضربه الجزاء كابتن احمد حسام يا علاء، يعني مش اسمعني بس، ما تدخلنيش في قصه زمالك واهلي واسماعيلي يا علاء. وضربه الجزاء احنا قلنا هنا ما تتحسبش. طيب ده شيء جيد. انا كنت بس برد على جزئيه بس قالها كابتن كريم بس مش اكتر يعني. ماشي. طب وانا برضو مش هحلل كان ضربه جزاء صحيحه ام لا، ولكن انا بس بقول يعني استقبلنا مجلس اداره الزمالك احسن استقبال وهم يشهدوا وهم قالوا كده. قالوا كده. دي نقطه. النقطه الثانيه، اذا كان في جمهور تم تحديد المقصوره بعدد لنادي الزمالك وبعدد للنادي الاسماعيلي. تمام. العدد بتاع نادي الزمالك لم يلتزموا بيه وجم اكتر من 25 اللي كان من المفترض، واحنا مصورين وفي صور كتيره بتثبت ان الجمهور اللي كان قاعد كان بيشجع الزمالك بدليل ان بعد هدف الاسماعيلي ما مصلحه اي حد كان حاضر اذا كان جمهور او غير جمهور ان هو يبوظ المباراه. يعني اولا اللي حصل ان كان احتياطي الزمالك كانوا موجودين في المقصوره الاماميه مع كل احترام والتقدير ليهم. أيوة. طالبوا باحتساب ضربه الجزاء التي من وجهه نظرهم انها سليمه. فواحد رد عليهم من المقصوره قال لهم بس. طب ما في جمهور كان بيشجع، الاحتياطي بتاعك كان قاعد بيشجع، كان عايش دور جمهور. واحد رد عليهم قال لهم بس. فحصلت المشكله، والمشكله عباره عن تبادل في الكلام لم يتاثر بها المباراه ولم تتاثر بها نهائيا. احنا التزمنا بالعدد اللي كان مصرح لنا بيه، ما كانش اي مشكله حصل. احنا شايفينها اهي قدام حضرتك في الشاشه. أيوة. المجموعه مع كل احترام والتقدير حصل كلام على ضربه الجزاء، احتدوا على بعض، حصل لا كلام دي ما كانتش في ضربه الجزاء. قال لهم بس. حصل اللي انتم شايفينه دلوقتي، اللي حصل مشاده ما بين سعفان وكابتن ميدو، وانا حتى رحنا له بعد المباراه وهو كان متقبل ده، وكابتن عبد الرحيم حتى قال دي شده ملعب وهتنتهي سريعا ما فيهاش اي مشكله. ما كانش فيه بقى لازمه نطلع نشهر بسعفان من خلال بعض مسؤولي نادي الزمالك مع كل احترام والتقدير ونقول عليه مش عارف ايه. لا يعني ده حارس مرمى ومدرب حراس مرمى الاسماعيلي، احترامه من احترام النادي الاسماعيلي. اذا كنا بنحترم النادي الاسماعيلي مش هنيجي نتطاول على سعفان في الكلام ونتهمه باتهامات باطله. النقطه الثانيه، احنا المباراه كانت في الملعب، لم يتم التاثير عليها باي حال من الاحوال من خلال اي حضور. او اذا كنت بتقول جمهور، كان في في العماره المقابله للاستاد كان في جمهور وولع شماريخ، شفناهم. كان في العماره المقابله للاستاد، ما دخلش الملعب نهائيا. ولكن الجمهور اللي كان في الملعب لم يؤثر على شيء، بل بالعكس احنا بنقول ان الجمهور اللي كان منتمي لنادي الزمالك بعد الهدف وعدم احتساب ضربه الجزاء من وجهه نظرهم حصلت المشادات. بس ادي كل القصه. ولكن الموضوع احنا التزمنا بما، ومراقب المباراه موجود وهو نفسه قال حتى اطلع الجمهور لما لقى في احتجاج من الزمالك، قال طب خلاص كل الجمهور حتى المصرح بيه يطلعوا بره. تمام. وكل فعلا التزم وطلع بره، حتى اعضاء مجلس اداره الاسماعيلي طلعوا. فعشان كده بقول لحضرتك طيب انت بتتفرج علينا بقالك قد ايه؟ في الملعب. الدوري ان شاء الله مش هيتلغي، يعني مش عشان الزمالك وصل او ما وصلش، احنا نتمنى ان الزمالك يوصل للدوره الرباعيه، مش هيبقى لها طعم غير بوجود الزمالك والاسماعيلي والاهلي والفرق الكبيره. لكن احنا نتمنى ان المباراه في الملعب، النتيجه تبقى في الملعب، ما نحاولش عشان لاي سبب من الاسباب. يعني الزمالك لو كان فاز النهارده كنا هنقول نفس الكلام اللي طب انا هقول لك يا كابتن علاء، كابتن علاء انت كنت بتتفرج علينا بقالك قد ايه؟ بقالي 10 دقايق بالظبط اللي طيب. من الاستاد. قبل ما تخش ال 10 دقايق انا قلت نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده الكابتن طارق، قلت لو الزمالك كان خسر، ان لو كان كسب او تعادل النهارده كان هيحتج على الجماهير.
طيب كويس، متفقين على حاجه. ماشي. لو الزمالك كل ما يخسر، قلت برضه ان الزمالك كل ما يخسر من بتروجيت ومن النادي الاسماعيلي بيعترض على الجماهير، لو الزمالك ما كانش خسر كان هيعترض على الجماهير. انت داخل بس حد قال لك ان في مداخلات كتير جت في اتجاه اخر، فداخل انت بتحملنا احنا المسؤوليه اللي احنا اللي قلنا، لكن احنا ما قلناش الكلام ده، احنا بنسمع وجهات النظر ودي كانت وجهه نظرك. انا طلبت المداخله على فكره عندكم انتم تحديدا، ودي حاجه جميله. انا عارف مدى حياديتك ومدى تاثيرك، فعشان كده انا شايف ان كل الناس بتتصل بيا تقول القنوات كلها عمالين يقولوا لا يا جماعه المباراه كانت في الملعب، هل في تاثير على المباراه من خلال اي فرد كان موجود في الملعب؟ هو ده السؤال. لو كان في تاثير ما نقارنش بمباراه حرس الحدود، ده اترمت شماريخ في الملعب، ده اترمت شماريخ وتشجيع والناس دخلت واقتحمت والمباراه وقفت، فما نقارنش. ولا الكابتن اشرف قاسم مع كل احترام وتقدير له، ما نقارنش بالمباراه دي ونطلب الفرق والعداله والحياديه ولا بد والكلام الكبير قوي ده. لا، الاسماعيلي فاز في الملعب، مباراه في الكوره. اتمنى للزمالك يا رب انه يوصل الدوره الرباعيه، مش هيبقى لها طعم غير بوجود الزمالك والاهلي والاسماعيلي. انا بقولها اهو، مش هيبقى لها طعم. وبشكركم جدا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي. الناس سخنه قوي النهارده.